اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل كنافة بالقشطة زي بتاعة المحلات بالظبط ويمكن احسن. ودي المقادير وطريقة عمل القشطة للحلويات هتلاقوها في رابط اسفل الفيديو ده. وطريقة عمل شربات الحلويات التقيل المظبوط هتلاقوه في رابط اسفل الفيديو ده. وحشو الحلويات برضو هتلاقوه في رابط اسفل الفيديو ده. اول حاجة عندنا ربع كيلو كنافة، هنبتدي نقطعها بالشكل ده. وبعد كده هنجيب الكنافة بتاعتنا ونسخن طاسة على النار ونحطها على درجة حرارة متوسطة، ونحط الزبدة بعد ما سيحناها ونبتدي نقلبهم مع بعض، يعني حوالي 3-4 دقايق بس على النار، مش كتير. وبعد كده هنقسمهم لاتنين، والكمية دي بتاعت الكنافة هتقضي صينية صغيرة، اللي يحب يعمل صينية كبيرة يضاعف المقادير. وهنبتدي نحط أول جزء من الكنافة ونضغط عليه بإيدينا بالشكل ده. وبعد كده هنحط القشطة بتاعتنا. وطريقة عمل قشطة الحلويات هتلاقوها في رابط أسفل الفيديو ده. ونساوي القشطة في كل مكان في الصينية بتاعتنا بحيث توصل لجميع الأماكن. وبعد كده عندنا حشو الحلويات من المكسرات، وطريقة عمله برضو في رابط أسفل الفيديو ده. هنبتدي برضو نوزعها في الصينية كلها، وهنجيب بقية الكنافة ونحطها على الوش بالشكل ده، ونضغط خفيف لغاية ما تتساوي معانا كلها. وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة أو 25 دقيقة بالكتير. وبعد كده عندنا سيرب الحلويات الشربات، وطريقة عمله في رابط أسفل الفيديو. هنحط أي كمية احنا نحبها ونوزعها على صينية الكنافة، كل واحد وعلى حسب رغبته. وبعد كده هنزينها من على الوش بمكسرات بالشكل ده. وده في النهاية شكل الكنافة بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة. أتمنى حضراتكم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.